السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل رز بالخضار زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال، شايفين المنظر الجميل، شايفين كل رزايه رزه برزتها ازاي. شايفين؟ بصوا هقرب لكم. شايفين المنظر، شايفين المكونات. حلوه جدا جدا، الكبار والصغار بيحبوه. بيعتبر وجبه متكاملة بعد طبعا العيد واللحوم والحاجات التقيلة اللي كلناها دي. نخف بقى شوية كده وحاجات ايه خفيفة. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. يا ريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أحلى متابعين. شايفين جمال الرز، شايفين ألوانه، ذرة وبسلة وجزر وفلفل ألوان. جميل جدا. خليكم معايا يا حبايبي. أهلا بكم. هنقول يا جماعة الطريقة والمقادير بتاعة الوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ده الخضار اللي احنا هنحطه على الرز بتاعنا. زي ما انتم شايفين دي بسلة كنت مفرزاها، وده ذرة حلو. في منه على فكرة يا جماعة دلوقتي متلج كده في التلاجات بتاعة الخضار، أرخص بكتير من العلب. أكيد حضراتكم فاهميني. العلب الصفيح غليت جدا، لكن ده رخيص وممكن تجيبوا الكيس تعملوا منه كذا مرة. وده زي ما انتم شايفين كده فلفل ألوان أحمر وبرتقاني كده، فقطعناه حتت صغيرة. وده الخضار بتاعنا. هنعمل ايه؟ لازم الخضار بتاعنا الاول نحطه ناخده تشويحة، علشان احنا مش عايزينه يتحط مع الرز من الاول، علشان هيتهري وهيبقى شكله مش حلو. فهنحطه الاول ياخد تشويحة. حطينا معلقة سمنة ومعلقة زيت وهنضيف الخضار بتاعنا. ضفنا الخضار بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده، حطيناه. احنا عايزين نحافظ على شكله عشان لما يتضاف للرز ميبقاش باهت. فممكن نحط عليه شعرة كربونات صوديوم، اللي هي الكربونات، شعرة بسيطة جدا بتحافظ على اللون. تمام. هنحطه كده يا دوبك تشويحة بسيطة، لان الذرة يعتبر طري، والبسلة الفريزر بيطريها برضو شوية مع الجزر، والفلفل الالوان ما بياخدش وقت خالص في السوا. فيا دوبك يعني بالكتير قوي هنقعده دقيقتين، وبعد كده هنشيله خالص من الوك اللي احنا حاطين فيها دي، علشان نبدأ نعمل الرز بتاعنا. ادي الرز بتاعنا. شايفين انا اهو، ده كوباية رز بسمتي. انا حطيته في مية وحطيت عليه معلقة خل عشان بتبيضه اكتر، وغسلته كويس جدا وبننقعه حوالي نص ساعة. فاحنا سايبينه يتنقع عبال ما نجهز الخضار بتاعنا. تشويحة بسيطة، وبعد كده هنشيله من الصينية او من الوك ده. شايفين يا جماعة الالوان الجميلة دي؟ تخيلوا بقى دي في الحر بقى وجبة صحية ووجبة متكاملة، وخصوصا بقى احنا طالعين من عيد والثوم وحاجات بتزود الكوليسترول وكده. لو خدنا طبق من ده كم معلقة كده هيبقى مفيد جدا جدا لينا. شلنا الخضار من الطاسة بعد ما اتشوح زي ما انتم شايفين كده، ومحافظين على الألوان بتاعته. وحطينا الرز بتاعنا بعد ما اتنقع نص ساعة اهو، نشوحه بمعلقة سمنة ومعلقة زيت. الطريقة دي بقى جميلة بتحافظ على شكل الخضار في الرز، في نفس الوقت اقتصادية. اللي يحب ياكلها لوحدها كده وجبة خفيفة جدا مفيدة للكبار والصغار مع شوية سلطة.
كده اتشوح كويس هنضيف الميه. ناس كتير بتغلط في مقدار الميه. طالما احنا نقعين الرز بتاعنا نص ساعة يبقى هنحط مقدار الرز قد مقدار الميه بالظبط، كوباية ونص وكوباية ونص. نحط الملح ونسيبه لحد ما يتشرب من غير ما نغطيه، وبعد كده هنغطيه زي ما انتم شايفين كده وعلى نار عالية، وبدأ اهو يتشرب المية. ففي المرحلة دي هنغطي عليه ونوطي. ده كله لسه ما حطيناش الخضار بتاعنا، خضراته من الخطوات. هنوطي ونغطي كده. الرز بيستوي، استنينه بس يستوي كده 3/4 سوا، وبعد كده هنضيف عليه الخضار بتاعنا ونبقى نوريه لحضراتكم. كده الرز بتاعنا 3/4 سوا تمام. هنبدأ نحط الخضار اهو، نحط الخضار في الوقت ده، لاني زي ما بقول لكم ان الرز بقى 3/4 سوا. لما نحط الخضار اهو مش هنقلب قوي يعني، هنخليه برضو كده فوق الوش شوية تمام، ونسيبه يكمل سوا الاتنين مع بعض، بس مش هنقلب قوي اهو. شايفين يا جماعة المنظر؟ نسيبه بقى يكمل السوا بتاعه ونغطي.